أنا دكتورة شروق منذر، أخصائية معالجة شعاعية ودوائية للأورام، مقيمة حاليا في السويداء. نظرا للظروف الأخيرة اللي عاشتها المحافظة، صار من الواضح للجميع وغير الخافي على أحد أنه المحافظة عم تعاني من حصار غذائي، دوائي، مائي، وإضافة للمحروقات. الوضع الصحي بسويداء متأثر كبير بالحصار اللي عم تعيشه المحافظة، نتيجة انقطاع الموارد الصحية أو الخدمية للقطاع الصحي، فالكادر عم يتعامل بالمتاح. وثانيا في عنا توقف عجلة الاقتصاد وخسارة الناس لأرزاقها وجزء من قوتهم وعيش يومهم، فهذا الأمر أكيد بيأثر بالحصول على الخدمة الصحية. بالنسبة لمرضى السرطان، مرضى السرطان أكيد متأثرين كبار بهذا الحصار. أولا من ناحية الأدوية، ممكن في قسم كثير من الأدوية غير متوفر، وقسم الآخر غير مدعوم كان مسبقا، أو يعني غير مدعوم بالثمن، فالمريض بيضطر أنه يدفع جزء من ثمنه. ثاني شيء، في صعوبة بالوصول للمراكز تقديم الخدمة للمعالجة، يعني غالبا عم بيكونوا من قرى بعيدة وما في محروقات تساعد بنقل المرضى من قراهم على مراكز المعالجة في مركز المدينة. ثلاثة، في تعطل لأجهزة التشخيص الشعاعي، يعني الطبقي الموجود في المشفى، مشفى السويداء أو مشفى صلخد، معطلين أو خارج الخدمة لنحكي. فهن عدد كبير من المرضى بيوقف تقرير المصير أو تقرير علاجهم أو الخطوة العلاجية التالية على توقف حصولهم على هاي الخدمة اللي هي خدمة تصوير الشعاعي المناسب. وآخر شيء رح نضوي على فكرة أنه هو انقطاع الطريق أو انقطاع الطريق بين المحافظة وبين محافظة دمشق. أثر أكيد على كثير من المرضى، كانوا استطباب وبحاجة للعلاج الشعاعي، والعلاج الشعاعي، أجهزة المعالجة الشعاعية غير موجودة بكل سوريا إلا في دمشق. فهذا الحصار أكيد أثر على وصولهم لنوعية العلاج المناسب لهم لحالتهم. بالنسبة للمشروع الدعم من قبل الهلال الأحمر الكردي، أول شيء حابة أشكر الجهود المبذولة واللي انحطت بها المكان، وثانيا كمان بحق لي إني أشكر المركز اللي أنا صرت بنته وصرت أنتمي إليه، اللي هو مركز الأمل الطبي، اللي كان سباق بتقديم خدمة الخير للمرضى السرطان. ثالثا رح أحكي عن واقع اللي صار أو الخدمات اللي مقدمة من قبل هذا المشروع. بالنسبة للأدوية أو فيما يخص بعض الأدوية، صار المريض بإمكانه الحصول على أدوية بمصدر جيد، يعني مصدر أدوية يكون جيد مجانا بدون دفع أي جزء من ثمنه. ثانيا الدعم أو استمرارية خدماتنا اللي بدأنا فيها بالتسريب الوريدي بشكل مجاني. ثالثا رح نحكي عن تقديم خدمة التحاليل المخبرية بأفضل الأجهزة بمخبرنا بالمركز كمان مجانا. وآخر شيء بدي أحكي عنه اللي هو الطبقي المحوري للمرضى اللي كان لازم وهن استطباب أنهم يعملوا طبقي محوري مشان تقرير الخطوة التالية في العلاج. هدول بالتحديد تقدمت لهم خدمة الطبقي المحوري بشكل مجاني، ونحن مستمرين. نحن مضي على بداية المبادرة 4 أيام، بهال4 أيام تقريبا تقدمت خدمة المعاينات المجانية لحوالي 120 مريض، وخدمة تسريب الوريد المجاني ل30 مريض، وإن شاء الله مستمرين بجهودكم ونكمل.